هل نحن أمام واحد من أعظم مواسم يوسف النصيري؟ مهاجم المنتخب المغربي يقدم أداء خارقا مع فنربخشة التركي، أهداف مذهلة، لحظات حاسمة وتألق لا مثيل له. تابعوا معنا هذا التقرير الشامل عن أداء النصيري المذهل. منذ انتقاله إلى فنربخشة في صيف 2024 أصبح يوسف النصيري النجم الأول في خط هجوم الفريق. بأدائه القوي وأهدافه الحاسمة استطاع خطف الأضواء في الدوري التركي وأوروبا. في آخر 10 مباريات فقط سجل النصيري 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ليكون أحد أبرز اللاعبين في الدوري التركي. إجمالي أهداف النصيري هذا الموسم في الدوري التركي 13 هدفاً في 21 مباراة. الدوري الأوروبي 4 أهداف في 10 مباريات. كأس تركيا هدف واحد في 3 مباريات، بمجموع 18 هدفاً في جميع المسابقات. يحتل النصيري المركز الثاني في ترتيب هداف الدوري التركي بفارق 5 أهداف فقط عن المتصدر. ما يميز النصيري ليس فقط عدد الأهداف، ولكن متى وكيف يسجلها. إنه لاعب يظهر في اللحظات الحاسمة. النصيري ليس مجرد هداف، بل ماكينة كروية متكاملة. يتفوق في الصراعات الهوائية ويجيد التحركات السريعة. يعرف كيف يستغل المساحات داخل منطقة الجزاء. نجم يعتمد عليه في اللحظات الصعبة. قال عنه جوزي مورينيو: النصيري لاعب من طراز عالمي، إنه يجلب لنا الحلول الهجومية التي كنا بحاجة إليها. وجماهير الفريق التركي تلقبه بملك منطقة الجزاء. بهذا الأداء الاستثنائي يواصل يوسف النصيري إثبات أنه واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا. هل يستطيع أن يقود فنربخشة لتحقيق الألقاب هذا الموسم؟ شاركنا رأيك في التعليقات. هل ترى النصيري مستعداً للانتقال إلى ناد أكبر قريباً؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى الرياضي الممتع. نراكم في الفيديو القادم. ...88 gol!